سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيلمنا النهارده هو أول جزء من سلسلة أفلام هاري بوتر. في بداية الفيلم بنشوف ساحر الظلام مرعب اللورد فولديمورت وهو بيموت بعد ما كان بيحاول يقتل طفل صغير عنده سنة اسمه هاري بوتر باستخدام تعويذة قاتلة، ولكن التعويذة بترد في صدره وتقتله هو. ولكن للأسف بيكون فولديمورت قتل أبو بوتر وأمه وبيسيب علامة صاعقة برق على جبهته. ولما البروفيسور دامبلدور وماكجونجل وهاجريد بيلاقوا بوتر بيروحوا يحطوه قدام باب بيت عمه ومرات عمه وبياخدوه، لكن بيكونوا مهملين في تربيته وكمان بيعاملوه وحش جدا وبيحاولوا يخبوا عليه موهبته في السحر. ده غير انهم كمان بيكونوا حابسينه في مكان تحت السلم. وفي يوم من الايام بتوصل رساله لبوتر قبل عيد ميلاده بكام يوم، ولكن بتقع في ايد عمه اللي بيحرقها قبل ما بوتر يشوفها. ولكن اللي بعت الرساله بيبقى عنده اصرار شديد وبيبعت له الاف من نفس الرساله، واللي بيخلي عمه يتفزع ويقرر ياخد بوتر وبقيه عيلته ويروحوا يقعدوا في كوخ على جزيره صغيره. ولكن في نفس الليله اللي هي قبل عيد ميلاد بوتر بكام ساعه، هاجريد بيكسر باب الكوخ وبيروح لبوتر ويديله الرساله اللي اخيرا هاري بيقراها وبيعرف انها دعوه ليه عشان يروح يدرس السحر في مدرسه هوجوراتس بتاعه السحرة ومش عاوزين. عمه ومراته بيبقوا خايفين ومش عارفين يناموا لحد ما تاني يوم هاجريد بياخد بوتر عشان يعرفوا مكان المدرسه واللي بتطلع ورا حانة السحرة اللي في لندن. ولما هاري بيدخل الحانة بيكتشف انه مشهور هناك وبيقابل بروفيسور كويرل اللي بيدرب الطلاب على اساليب الدفاع ضد سحر الظلام. وبعدين هاجريد بياخد بوتر لبنك جرينجوت وهناك بوتر بيكتشف انه غني جدا. وبعدين هاجريد بيسيبه وبيروح خزنة تانية وبياخد منها بتاعة ملفوفة في قماشة عشان يوديها لدامبلدور. ولما بيخلص بياخد بوتر عشان يشتري الحاجات اللي هيحتاجها للمدرسة، ومن ضمنهم بيبقى بومة وعصاية سحرية. وطبعا العصاية السحرية هي اللي بتختاره مش هو اللي بيختارها، عشان كده بتطلع العصاية السحرية هي توأم العصاية بتاعة فولديمورت واللي استخدمها عشان يقتل عيلة بوتر. بعدين بوتر بيروح يركب القطر اللي رايح لمدرسة هوجوراتس وهناك بيقابل رون وهيرميون زمايله في المدرسة. ولما بيوصلوا المدرسة بيبقى في طاقية بتنظم الأماكن اللي هيعيشوا فيها هناك، وبتقرر إن هاري ورون وهيرميون هيعيشوا في بيت جريفندور. قبل ما نكمل حابب أشرح نظام البيوت، وهي إن مدرسة هوجوراتس ليها 4 بيوت، كل بيت بتاع مؤسس من المؤسسين الأربعة، الأول جريفندور والتاني هافلباف والتالت رافن كلاو والرابع سليزرن. المهم بيقابلوا في الأكاديمية عيل مغرور كده ورخم اسمه دراكو وبنعرف إن هو تبع بيت سليزرن. وبعد أول أسبوع ليهم في المدرسة بيعرفوا إن في ناس اقتحموا بنك جرينجوت وسرقوا منه حاجات مهمة. وبعدين بوتر بيكتشف إن عنده موهبة في ركوب المكانس السحرية وبينضم لفريق جريفندور لرياضة الكويديتش اللي هي بتاعة المكانس والكرة دي. وبالليل الثلاث صحاب بيروحوا يستكشفوا المدرسة وبيلاقوا فيه ممر، ولكن الباب بتاعه بيكون محمي بواسطة كلب عنده 3 رؤوس، والكلب ده بيكون بتاع هاجريد. وتاني يوم في عيد الهالوين البروفيسور كويرل بيدخل عندهم القاعة ويقول لهم ان في وحش دخل المدرسة، وهاري ورون بيلاحظوا ان هيرميون مش موجودة فبيروحوا يدوروا عليها وبينقذوها من الوحش. وبعدين بتبدا اول مباراه لبوتر وبيفقد التحكم في المكنسه بتاعته، وهيرميون بتاخد بالها ان البروفيسور سنيب اللي بيدرس الطلبه صنع الادويه بيبص على هاري وبيتكلم، فبتفتكر ان هو اللي بيتحكم في المكنسه بتاعه بوتر وبتروح تولع في الملابس بتاعته عشان يتشتت. وفعلا هاري بيقدر يتحكم في المكنسه من تاني. وبعدين بتيجي هديه لهاري وبتكون معطف بيخليه يختفي. المعطف ده كان بتاع ابوه قبل كده وبيستخدمه عشان يتسحب ويدخل الجزء المحظور من المكتبه عشان يدور على معلومات عن نيكولاس فلاميل. طبعا بتقولوا مين نيكولاس ده؟ ده الاسم اللي هاجريد اداه لبوتر لما بوتر ساله بتاع مين الكلب ابو 3 رؤوس ده. وبيكتشف ان نيكولاس هو صانع حجر الفيلسوف واللي بيستخدموه عشان يعملوا منه اكسير الحياه واللي بيخلي اي حد يشربه خالد وما بيموتش. وبيجي يمشي بيلاقي سنيب بيحاول يستخرج معلومات من امين المكتبه عن طريقه يعدي بيها من الكلب، ولكن امين المكتبه ما بيكونش عارف سنيب بيتكلم عن ايه اصلا. وبوتر بيروح ويحكي لاصحابه عن اللي شافه وبيبقوا فاكرين ان سنيب بيحاول يسرق حجر الفيلسوف عشان يرجع فولديمورت للحياه، ولكن هاجريد بيقول لهم مستحيل سنيب بيعمل كده. وبعدين هاجريد بيطلع بيض التنين واللي كان بيهتم بيها من فتره وبتفقس بعد فتره وبيكون جواها تنين نرويجي وهاجريد بيسميه نوربرت. وبيبان لنا ان ال3 صحاب قلقانين على هاجريد لان تربيه التنين مش قانونيه في عالم الصحراء، ولكن هاجريد بيقول لهم انه عمل كده عشان بيحب التنانين من صغره، ولكن بيحاولوا برضه يقنعوه يتخلص من التنين. وبعدين ال3 صحاب بيتعاقبوا لما بيتاخروا بره البيت وبيكون معاهم دراكو وبيتبعتوا للغابه المحظوره مع هاجريد عشان يدوروا على وحيد قرن مجروح. وهما رايحين بيتقسموا لمجموعتين وبوتر بيكون مع دراكو في المجموعه بتاعته وبيشوفوا وحيد القرن الميت وبيكون في واحد بيشرب دمه، فدراكو بيطلع يجري ولكن الراجل المجهول بيهاجم بوتر. ولحسن الحظ واحد نصه حصان ونصه بني ادم اسمه فرينز بينقذ هاري بوتر والراجل المجهول بيطلع يجري منه. بعدين فرينز بيقول لبوتر ان الراجل المجهول ده هو فولديمورت لكنه ضعيف جدا دلوقتي وشرب دم وحيد القرن عشان ما يموتش.
وتاني يوم بنشوف ان الثلاث صحاب مقتنعين ان سنيب هيروح يسرق حجر الفيلسوف قريب، وبيروحوا يدوروا على دامبلدور ولكن بيلاقوا ماجونجل بداله، فبيقولوا لها هي المعلومات وخلاص، وبتستغرب من كميه المعلومات اللي عندهم عن الحجر، ولكن بتطمنهم ان الحجر في امان طول ما هو في القلعه. وكمان بتقول لهم ان دامبلدور اتبعت في مهمه من وزاره الصحراء. وبعدين الثلاث صحاب بيحطوا خطه عشان يمنعوا سنيب من انه يسرق الحجر، والخطه ان هم يسرقوه الاول، وبيبداوا يعدوا من نظام الحمايه بتاع المدرسه، وهو عباره عن مجموعه الغاز سحريه معقده، بيفضلوا يحلوا في الالغاز ولكن بيوصلوا لمرحله واحد بس اللي هيقدر يعدي. وطبعا بيختاروا بوتر، وبوتر بيخش القفص الداخلي لوحده، وهناك بتحصل مفاجاه، وبوتر بيكتشف ان اللي كان بيحاول يسرق الحجر كل ده هو كويرل مش سنيب زي ما كان مفكر. وبيبدا يستفسر من كويرل هو ليه بيعمل كده، وبيلاقي ان كويرل ممسوس من فولديمورت، ووش فولديمورت بيظهر في ظهر راس كويرل، وبيكتشف ان سنيب كان بيحاول يحمي بوتر كل الفتره دي. وبعدين بوتر بيمسك وش كويرل، وكويرل بيبدا يتحرق لحد ما بيموت، ولكن فولديمورت بيطلع منه وبيخبط هاري بروحه، واللي بيخليه يغمى عليه. بعدين بوتر بيصحى في المستشفى وبيلاقي دامبلدور هناك، وبيقول لبوتر ان امه ماتت وهي بتحميه لما كان صغير، والقت عليه تعويذه بتحميه من كل التعويذ القاتله بتاعه لورد فولديمورت. مش كده وبس، لا ده التعويذه كمان بتخلي فولديمورت يتحرق لو لمس بوتر. ودامبلدور بيقول له كمان ان هم كسروا حجر الفيلسوف عشان فولديمورت ما يحاولش يسرقه تاني. وبعدين في حفله نهايه السنه بيتعلن عن نتيجه كل بيت من البيوت الاربعه، وبيكون بيت جريفندور اللي فيه هاري واصحابه في المركز الاخير، ولكن دامبلدور بيعلن انه هيديلهم نقاط اضافيه عشان شجاعتهم وحمايتهم للمدرسه، واللي بينقل بيت جريفندور من المركز الاخير للمركز الاول، وبيكسبوا الكاس وبيفرحوا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.